كما نحكيو على ليزيبروف تكنيك، كما نحكيو على رياضة المشي اللي عندنا تقاليد في تونس. في الورقة هذه مع طارق الساحي وعبد اللطيف معتوق نحكيو على رياضة المشي. رياضة المشي تعد واحدة من أهم اختصاصات ألعاب القوى. انطلقت في الألعاب الأولمبية منذ دورة لندن 1908 وتزامن حضورها في المونديال مع انطلاق بطولة العالم في دورتها الأولى بالعاصمة الفنلندية هلسنكي سنة 1983. إذا اختزلنا اختصاص المشي في تونس بإنجازات الأسطورة حاتم غولة، فإنه مشاركتنا الأولمبية اقترنت مع أول ظهور تونسي في الأولمبياد، وبالتحديد في دورة روما 1960، وين كان وفد الاتليتيزم التونسي في أولمبياد العاصمة الإيطالية ممثل بكل من خليفة البحروني والناوي جلاسي في مسابقة 20 كيلومتر، والأزهر بن محمد في 50 كيلومتر. وتواصل الحضور في الدورة الموالية بطوكيو سنة 64 مع الشادلي المرغني والناصر بن مسعود، ليتوقف حضور المشي التونسي إلى غاية دورة أتلانتا 96، موعد أول ظهور لحاتم غولة اللي كان مرفوق بمواطنه محي الدين داود في سباق 20 كيلومتر. حاتم غولة تصدر المشهد طيلة سنوات ولا زال إلى اليوم يحتفظ بالرقم القياسي الإفريقي مع تتويجه بذهبية البطولة القارية الأربع نسخ متالية من ياوندي 96 إلى تونس 2002، وشارك بصفة متالية في 4 دورات من الأولمبياد، وكانت أفضل مشاركة أولمبية ليه في دورة أثينا 2004 وبوصوله إلى المركز 11 إلى غاية إنهاء مسيرته الأولمبية بمشاركة مضاعفة في دورة بكين 2008 في سباقي 20 و50 كيلومتر. دورة بكين اللي شهدت ميلاد العداء اللي تسلم المشعل، ونتكلموا على حسنين السباعي اللي تواصلت مشاركته في دورتي لندن 2012 وريو 2016. النسخة البرازيلية من الأولمبياد شهدت أول وآخر حضور نسائي تونسي في تاريخ المشي الأولمبي مع شاهيناز النصر. بالعودة للمونديال، فإنه أول حضور تونسي كان في دورة شتوتغارت 93 مع حاتم غولة، رحلة صمود مونديالية دامت ل9 دورات وصولا إلى غاية نسخة موسكو 2013. كللها غول المشي التونسي ببرونزية تاريخية في مونديال أوزاكا 2007، وكانت بالمناسبة أول ميدالية في تاريخ ألعاب القوى التونسية في بطولة العالم أكابر. حاتم غولة في فينيش أثار جدل كبير، يكتفي بالبرونزية في سباق كان خلاله قادر على خطف ميدالية فضية، لكن سوء تقدير من ابن تونس غير مسار السباق في آخر الخطوات. فترة ما بعد حاتم غولة شهدت ميلاد هادي الترعاوي سابع بطولة العالم أواسط بولونيا 2008، واللي شارك في مونديال الأكابر دايغو 2011 بكوريا الجنوبية رفقة حسنين السباعي وشيماء طرابلسي. المرحلة الموالية شهدت ميلاد أبطال تونسيين واعدين، انطلاقا من بطولة العالم الأوسط في مدينة كالي بكولومبيا سنة 2022 مع أسامة فرحات اللي كان قريب جدا من بوديوم تاريخي مع اكتفائه بالمركز الرابع في سباق 10,000 متر. المفاجأة السارة تجي في المونديال الموالي سنة 2024 في العاصمة البيروفيا ليما. ريان الشيرني يفاجئ الجميع ويتوج بسباق 10,000 متر مشي. ابن تاجروين يهدي تونس بالمناسبة أول ميدالية ذهبية في تاريخ مونديال الأتليتيزم لصنف الأوسط. مؤشرات واعدة لمستقبل اختصاص المشي في تونس للسنوات القادمة مع ريان الشيرني وأسامة فرحات ومنتظر نجلاوي وسيم العنلي وإيمان الساعي وميسة بوغدير وفاطمة المسيح.